بيبدأ فيلمنا في شركة ميلتون وبنشوف جيري البطل بتاعنا واللي بيكون شغال عامل في الشركة، ووسط ما هو شغال بيجيله المدير بتاعه وبيقوله إن الشركة عاملة حفلة سنوية وفي اجتماع بكرة هيشارك فيه واحد من كل قسم عشان ينظموا الحفلة. في الأول جيري ما كانش متحمس قوي، لكن أول ما المدير بيقوله إن فيونا هتكون موجودة في الاجتماع ده فجيري بيفرح جدا وبيقرر إنه لازم يروح، وبنعرف إن جيري بيحب فيونا وبيحاول يتقرب بأي طريقة عشان كده بيوافق على الاجتماع. بعد كده بنشوف جيري لما بيخلص شغله وبيروح على بيته وبيجيله كلبه بوسكو والقط بتاعه مستر ويسكرز، وبيبان إنه بيحبهم جدا. بس يا ترى هما بيحبوه؟ مجرد ما بيدخل أوضته بيغير هدومه فجأة بيسمع صوت حواليه بيقوله بلاش تروح الاجتماع ده لأنهم ممكن يضحكوا عليك ويلبسوه شغل زيادة زي ما هما بيعملوا كل مرة. لكن جيري بيقرر إنه لازم يروح عشان يشوف فيونا وبيقول للصوت ده اسكت وبيسيب له الأوضة وينام في أوضة تانية. تاني يوم جيري بيحضر الاجتماع والمدير بدأ إنه يوزع عليهم التاسكات بتاعتهم وكل واحد مسؤول على حاجة، لكن كلهم بيكونوا مخنوقين جدا ما عدا جيري اللي بيحاول يشارك بأي حاجة. وبعد ما بيخلص الاجتماع بيكون عنده سيشن عند دكتورته النفسية وارين وبتقول له إيه أخبار الدواء، وبنعرف إن جيري مريض شيزوفرينيا وبنعرف إنه مريض نفسي من صغره وعنده تروما من هو صغير لما أمه انتحرت قدامه، وبعدها الشرطة أخدته ودخلته مصحة نفسية للأطفال وإن قضى فيها سنين كتير لحد ما طلع وهو كبير، بس لازم يكمل مع الدكتورة النفسية وإنه لازم ياخد علاجه عشان ما يجيلوش أصوات تاني، وبتقول له إن الأصوات دي مش حقيقية. فجيري بيطمنها وبيقول لها حاضر وإنه بياخد العلاج بانتظام. لكن لما بيوقف علاج بيسمع الكلب والقط بتاعه وهما بيكلموه. تاني يوم بيروح جيري اسم المحاسبة عشان يسأل على فيونا وبيعرض عليها إنهم يخرجوا سوا هو وهي وباقي الناس اللي هتنظم الحفلة واللي منهم ليسا اللي هي أصلا معجبة بجيري. بيخرجوا كلهم بالليل وبيقضوا سهرة مع بعض وهم مروحين جيري بيعرض على فيونا إنهم يخرجوا يوم الأجازة بالليل زي ديت كده وفيونا بتوافق. بيرجع بيته وهو مبسوط جدا عشان أخيرا بدأ إنه يقرب لحبيبته، لكن آخر يوم في الشغل بيروح لفيونا اسم المحاسبة عشان يديها ورقة مكتوب فيها عنوان المطعم اللي هتقابلوا فيه، لكن بيتفاجئ إن فيونا مش موجودة أصلا فبيسيب لها العنوان مع صحابها ليسا وأليسون. بمجرد ما جيري بيخرج فيونا بتطلع من تحت المكتب وبنعرف إنها ما بتحب جيري وإنها عايزة تخلع منه بأي طريقة، وبتقول لصحابها إنها تبعت له رسالة إن العنوان ما وصلهاش. وبيجي يوم الأجازة بالليل وبنشوف جيري وهو في المطعم الصيني وقاعد مستني فيونا إنها تيجي، لكن فيونا بتبقى خارجة مع صحابها في حفلة كاريوكي وكمان بتطلع على المسرح وبتغني وجيري مش شاغل دماغها خالص أصلا. بيقعد جيري في المطعم ساعة وبعدها ساعة لحد ما بيزهق وبياخد نفسه يمشي من المطعم بعد ما اتأكد إنها مش جاية. على الناحية التانية بنشوف فيونا وهي خارجة مع ليسا وتليفونها بيقع منها في المية فبتقول لليسا إنها توصلها لحد عربيتها عشان هي مش هتعرف تمشي في المطرة دي. فعلا بتروح فيونا لعربيتها لكن البطارية بتكون نايمة والعربية ما بتدورش. بتطلع على أول الطريق يمكن تلاقي أي حد يوصلها، وبالصدفة بنشوف جيري وهو في عربية وبيعيط عشان فيونا ما جتش للميعاد وإنه حاسس بالوحدة وإنه ملوش لازمة. لكن فجأة بيلاقي فيونا واقفة وبتشاور له فبيركبها وبيقول لها إنه استناها كتير، لكن هي بتقول له إن الرسالة ما وصلتش ولا كانت تعرف عنوان المطعم ولا الميعاد. فجيري بيسامحها وبيتفقوا إنهم هيتعشوا في نفس المكان بعدين وبترجع علاقتهم كويسة تاني. لكن طول الطريق جيري بيبص لفيونا بإعجاب وبطريقة غريبة لحد ما فجأة بيظهر غزال قدامه فجيري بيخبطه والغزال راسه بتكسر الإزاز وتدخل جوه العربية. وقتها بنشوف إن جيري سامع صوت الغزال في ودانه وبيقول له اقتلني وريحني من عذابي. فجيري بيقرر إنه يطلع السكينة بتاعته وبيضرب الغزال ضربات كتير لحد ما الغزال بيموت. فيونا لما بتشوف المنظر ده بتعرف إن جيري يا إما سفاح يا إما مجنون فبتنزل من العربية بسرعة وبتجري في الغابة. جيري بيجري وراها والسكينة لسه في إيده وبيحاول يقول لها استني وأنا فاهمك، لكن فجأة فيونا بتقع على الأرض وجيري من غير ما يقصد بيقع عليها والسكينة بتدخل في بطن فيونا، لكن برضه الأصوات رجعت له تاني وبيسمع صوت فيونا وهي بتقول له اقتلني وريحني من عذابي. فبيقول لها إنه يسمع كلامها ويريحها من اللي هي فيه فبيمسك سكينته ويرشقها في قلب فيونا لحد ما بتموت. بعد كده بنشوف جيري وهو راجع بيته تاني وهدومه مليانة دم فبيغير هدومه وبيدخل الحمام وبيكون معاه الكلب والقط بتاعه. وبنشوف جيري وهو بيسمع الكلب والقط هما بيتكلموا. الكلب بيقول له عيب اللي انت عملته ولازم تبلغ البوليس عشان فيونا حبيبتك ما تستحقش تتساب في الغابة كده، لكن القط بيقول له انت غبي وان جيري لو بلغ البوليس هيقعد في السجن 20 سنة، لكن الصح دلوقتي انه يروح تاني يوم الغابة ويدفن جثة فيونا ويخفيها خالص عشان ما حدش يوصل لها. فجيري الفكرة بتعجبه وبيقرر انه يعمل كده. تاني يوم الصبح بيروح المكان اللي فيه فيونا وبيكون متخيل ان فيونا نايمة زي الملاك
وطبعا ده ما بيكونش شكلها الحقيقي، وبنعرف إن كده جيري عايش في الخيال تماما، وبياخد جثة فيونا معاه وبيحطها في عربيته، وبيقرر إنه بدل ما يدفنها هنا ياخدها معاه البيت، لكن بينسى جزمتها وراه. بعد كده بنشوفه وهو رايح محل معدات تقطيع، فهو خارج في ضابط بيشوفه وبيقول له عربيتك مالها، فجيري بيرد عليه إن في غزال جه قدام العربية وكسر الإزاز بتاعه، فالضابط بيقول له طب يبقى أصلح الإزاز. بعد كده بنشوف جيري وهو قاعد مع الدكتورة وارين، وبدأ إنه يكون صريح معاها وبيقول لها إنه وقف العلاج بتاعه وبقى بيسمع أصوات في دماغه، وإن الكلب والقط بتوعه بيتكلموا معاه، والكلب بيحرضه على الخير والقط بيحرضه على الشر، لكن هي بتحذره إنه لو مرجعش ياخد العلاج ده هتكتب فيه تقرير وترجعه المصحة تاني. فجيري بيخاف وبيقول لها إنه هيرجع ياخد العلاج تاني. بعد كده بيرجع بيته وبياخد معاه جثة فيونا ويحطها في المطبخ، وبيجيب علب بلاستيك وبيبدأ إنه يقطعها حتت صغيرة ويحطها في التلاجة بتاعته، وبياخد راسها ويحطها في الرف اللي في النص، ويبدأ إنه ينضف الشقة بتاعته من الدم. لكن فجأة بنلاقي إن راس فيونا هي اللي في التلاجة بتتكلم وبتتعصب عليه وبتقوله إنه لازم ياخد العلاج عشان يقدر يشوف الواقع على حقيقته، فبيتعصب عليها وبيقفل الباب، لكن بيقرر إنه ياخد العلاج برضه. وبمجرد ما بياخده بيشوف الواقع على حقيقته وبيشوف شقته وهي مليانة دم، فبيقعد على الكنبة وسط كل الفوضى دي، وبيلاقي إن القط والكلب ما بيتكلموش ولا حاجة زي ما كان فاكر. وفجأة بتجيله ذكريات وهو صغير وبيفتكر لما كان طفل وبرضه كان بيسمع صوت الشراب وهو بيكلمه. بيفوق على الشقة بتاعته وهي متبهدلة خالص، وبيروح للتلاجة بيلاقي إن راس فيونا مليانة دم وفي ريحة موت رهيبة، فبيقرر إنه يرمي كل العلاج بتاعه في الحوض وبيقول إنه مش هياخده تاني، وبينام بسرعة وبيظبط ساعته على ميعاد يكون فيه مفعول العلاج راح. بيقوم الصبح على عالم وردي جميل أو عالم الخيال بتاعه، بيحضر فطار وبيطلع راس فيونا من التلاجة وبيقول لها إنه مش هياخد الدواء تاني علشان العالم ده بالنسبة له أفضل. ففيونا بتوافقه وبعدين بتقول له إنها زهقت من القعدة لوحدها وإنها محتاجة حد معاها تتكلم وتهزر معاه، وتعرض عليه إنه يجيب لها صاحبتها إليسا. بعد كده بنشوف جيري وهو في عربيته عايم في عالم الفراشات بتاعه، ولما بيرجع من شغله بيقعد على الكنبة مع القط والكلب، فالقط الشرير بيقول له إيه رأيك في متعة القتل، وإنه عشان بيحب فيونا لازم يعمل لها اللي عايزاه وإنها كده هتحبه أكتر. فبيقرر جيري إنه هيقرب من ليسا. تاني يوم جيري بيروح اسم المحاسبة وبيشوف ليسا وبيتكلم معاها بطريقة كويسة، وطبعا ليسا بتصدق وبيتفقوا إنهم يتقابلوا بالليل عشان يتعشوا سوا. بالليل بياخدها لبيته القديم واللي مهجور من سنين، وبيقول لها إنه ما كانش فيه غير هو ومامته اللي عايشين هنا. ولما بيدخل البيت بيفتكر يوم ما البوليس والمصحة النفسية حصروا البيت عشان ياخدوا مامته لأنهم كانوا بيقولوا عليها مجنونة. وبمجرد ما جيري بيحكي الحكاية بيبدأ إنه يعيط وبيقول إن محدش كان مصدق إن مامته بتسمع أصوات، وده كان مخلي حياته جحيم، وخلى المصحة النفسية يجوا ياخدوها من البيت. لكن قبل ما الدكاترة ياخدوها مامته بتقطع شرايينها لكن ما بتموتش وبتفضل تتعذب، وبتقول لجيري اقتلني وريحني من عذابي، وفعلا بيقتلها والشرطة بتدخل عليه ودم أمه في إيده. لما بيحكي كل ده بيصعب جدا على ليسا وبتقول له إنهم لازم يمشوا عشان البيت ده بيفكروا بحاجات وحشة، وبيروحوا بيت ليسا. وتاني يوم الصبح بيروح جيري البيت وبيبدأ إنه يأكل الحيوانات بتوعه، فالقط الشرير بيقول له إنه من غير علاج قدر يعيش قصة حب رومانسية أهو، وإنه فعلا مش محتاج يتعالج. لما بيفتح التلاجة بيلاقي فيونا بتزعله وبتقول له إنها محتاجة صديقة ليها عشان اتخنقت من الوحدة، لكن جيري ما بيهتمش وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع جيري لشغله وبيبقى باين عليه إنه مبسوط، وبنلاقي إن ليسا بتسأل إليسون لو ينفع تجيب لها عنوان جيري علشان عاوزة تعمل له مفاجأة وتاخد له هدية وتروح له البيت، وبتبقى مبسوطة إنها أخيرا قدرت تقرب من جيري وإن هو كمان بدأ يحبها. بعد كده جيري بيخلص شغله وبيرجع على شقته وكالعادة قاعد على الكنبة مع حيواناته، لكن فجأة بيشوف خبر بيجننه، وبيكون الخبر إن البوليس اكتشف دم بنت في الغابة وكمان لقوا الجزمة بتاعتها، وده دليل إن البنت اتخطفت أو اتقتلت. والضابط بيقول إنهم بيدوروا على السفاح وهيلاقوه قريب قوي، وده بيعصب جيري جدا وما بيكونش عارف يعمل إيه، وبيروح يجيب راس فيونا من التلاجة ويعمل اجتماع مع حيواناته، لكن كلهم بيقولوا له نفس الرأي، ما ينفعش يروح يعترف على نفسه عشان كده هيقضي عمره كله في السجن. وقبل ما يخلصوا الاجتماع فجأة جرس الباب بيرن وبنلاقي إن ليسا هي اللي على الباب، فبيدخل الحيوانات للأوضة بتاعته وبيحط جاكيت على راس فيونا وبيخرج يقابل ليسا بره بيته وبيشوف الهدية اللي جايبها له وبيفرح قوي، لكن فجأة الباب بيتقفل، فليسا بتقول له هتدخل ازاي دلوقتي، فبيقول لها إنه هيطلع على السلم اللي بره ويدخل من باب المنور، وبيقول لها إنه هيشوفها بكرة ولازم تمشي دلوقتي. لكن بعد ما بيطلع جيري ليسا بتحس إن في حاجة غلط، فبتطلع طفاشة من شنطتها وتفتح الباب، لكن بتتفاجئ بالدم اللي على الجدران واللي كان مالي كل الشقة. وفجأة بتشوف راس بشرية متغطية بالجاكيت، فبتقرب منها وبتعرف إن صاحبتها فيونا. لما بتبص وراها بتلاقي إن جيري شافها وبيسألها بحزن ليه دخلت الشقة، وساعتها بيظهر القط وبيقول له إنها لازم تموت،
عشان عرفت عنه كل حاجة وإن هي كده هتبلغ عنه، لكن جيري بيرفض إنه يقتلها، فليسا بتجري بسرعة وبتدخل الأوضة وتحاول تقفل على نفسها وتبدأ إنها تتكلم مع جيري إنها ممكن تسمعه وتفهمه كمان، فجيري بيوافق لكن ليسا بتبقى عاوزة تنفد بجلدها بس، فبتجري تاني لكن جيري بيمسكها ويرميها على السرير، فرقبتها بتتخبط في الخشب وبتتكسر وبتموت، فبيكونش جيري عارف يعمل إيه، فبينام جنبها لحد تاني يوم، ولما بيصحى بيعمل فيها نفس اللي عمله في فيونا وبيحط راسها جنبها في التلاجة. ليسا هي كمان بتختفي من الشغل وده بيخلي صحابها يقلقوا عليها وكمان تليفونها مقفول، فأليسون صاحبتها عارفة إن هي كانت بتخرج مع جيري وإنها كانت رايحة له البيت آخر مرة، فبتقرر إنها لما تخلص شغل هتروح لجيري على البيت تسأل عليها، فمجرد ما جيري بيفتح الباب بيجيله صوت القط تاني وبيقول له اقتلها علشان أليسون كمان عرفت كل حاجة عنه، وفعلا بيعمل كده وبيقطع جثتها وبيحط راسها جنب صاحبها. جيري بيكون مش عارف بيعمل إيه وإن الموضوع كل شوية بيزيد وإنه لازم يلاقي حل، فبيقرر إنه هيروح للدكتورة بتاعته وبيروح فعلا للدكتورة وارن وبيحكي لها كل حاجة وإنه قتل 3 بنات زمايله وإنه ما بقاش ياخد العلاج بتاعه بقاله كتير. وارن بدأت تحس بالخطر على نفسها منه فبتحاول تمسك التليفون عشان تكلم البوليس، لكن جيري بياخد باله منها وبيكسر الموبايل بتاعها وبيقطع سلك التليفون الأرضي كمان، وبيقرر إن هي كمان لازم تموت عشان عرفت كل حاجة عنه، فبيكتف الدكتورة وبينزل بيها من غير ما حد ياخد باله وبيروحوا أرض بعيدة ويبدأ إنه يقول لها إنه ما كانش قصده يقتلهم وإنه حب فيونا وليسا وإنه بس كان عاوز يعيش حياة طبيعية، لكن الدكتورة بذكائها قدرت إنها تتكلم معاه بالراحة وعملت نفسها أمه واتكلمت معاه بكل حنية وده خلاه ما يقدرش يقتلها، وكمان الدكتورة ما قالتلوش اقتلني وريحني من عذابي، فبيقرر إنه ياخدها معاه البيت. بعد كده بنشوف 2 كانوا شغالين مع أليسون واللي بيستغربوا إنها اختفت فبيروحوا بتجيري وبمجرد ما بيفتحوا الباب بيتفاجئوا من اللي شافوه وبيقرروا إنهم لازم يبلغوا البوليس. بعد كده بنشوف جيري لما بيرجع البيت ومعاه الدكتورة لكن بيتفاجئ إن الكلب والقط مش موجودين، فبيحط شريط لزق على بق الدكتورة لحد ما يخرج يدور عليهم. لما بيرجع تاني بيلاقي إن القط بس اللي موجود، لكن فجأة عربيات البوليس بتحاصر بيته وبيطلبوا منه إنه يسلم نفسه، فبيحاول إنه يهرب من فتحة التكييف لكن بيدوس على ماسورة الغاز وبيولع في المكان كله. لكن الغريب إن جيري كان يقدر يهرب بس بيرجع وبياخد الدكتورة بيرميها من الشباك للبوليس عشان ما تموتش، وبيسمع كلام أمه في ودانه وهي بتقوله إنه لازم ما يروحش المصحة خالص وإن اللي هناك هم اللي مجانين مش هو، فبيقرر إنه ينام وسط الدخان ده كله وواحدة واحدة بتيجي عليه النار وبيموت. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.